السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. تواجد في هذا الفندق اللي من 2011 أول ما عرفته نصحني فيه واحد. طبعا احنا ما كنا نعرف وين نروح في الدير وين نجي، فاللي ميز هذا الفندق في تواجد الديوانية وألفة المتواجدين. يصلح للشيبان الكبار اللي يعز عليه كبير سن ويبي يوديه لتايلاند، يوديه المستشفى الملكي، زين راح يجد الشايب كبير السن، راح يجد شيبان كبار السن في هذه الديوانية. كذلك راح أخلي موظف الاستقبال، لهذا أعرفه من 2011 تقريبا. طبعا أنا لي زيارتين في هذا الفندق غرفتين وصالة خلال 10 أيام تكلفك 250 دينار، خلال شهر تكلفك 500 دينار خلال شهر. الفحوصات لا زالت الفحوصات في تايلاند. الرجل بستة، آسف، الرجل ب 22 والمرأة ب 26 ألف بات، وانت عاد احسبها بالحسبة. هذه الفحوصات الشاملة. زين، اسم الفندق اسمه شار أول، لنا ذكريات، حتى كان السفير القطري كان يتواجد في هذا المكان لأنه وجد فيه راحة وناس محترمة في هذا الفندق. يعني زين، درجة إعطائية جيد لما يوجد فيه من أهم شيء عندي ديوانية للنساء، حتى يوجد ديوانية للنساء ويوجد ديوانية للرجال. الموظفون يجدون اللغة العربية وممتازين في التعامل، لديهم مواصلات من الفندق إلى المستشفى، لديهم رحلات إلى كل مكان تريد، لديهم المطاعم العربية الإسلامية الحلال. أتمنى أني إن شاء الله ذكرت، وراح أحط لكم اسم الفندق. وفي شيء تبي تقوله؟ أهلا وسهلا. لحظة شوي، إن شاء الله. هذا السلام عليكم. عندك عروض إن شاء الله؟ إن شاء الله، تفضل كل زبون، كل الزبائن الله، أنت مرحبا إلى الشلوي إن شاء الله. أنت طيبين وتستاهلون هذا الدعم منا. جزاك الله خير. وأنا والله هذا شوف صور حفظهم الله، أمراء الخليج متواجدين دائما، لأن أكثر ما يجي هذا الفندق عوائل خليجية. نعم. صحيح. وباستمرار. هذا كله خليجي. نعم. نعم. شيبان كبار غالبا، كله خليجي. كبيرا وصغيرا. فيها كبير شوية أغلب الشيبان كبار. طبعا الفندق في جلسات، يعني في نفس الديوانية هذه من أعز الأماكن، يعني تخلص شغلك تيجي تقعد في هذا الديوانية هذه مخلينها حق زبائن الفندق دائما باستمرار من المغرب. طبعا الصبح كله يروح مراجعاته ويروح يخلص اشغاله، من المغرب يتواجدون الناس في هذا المكان. فاللي عنده شايب كبير ما راح يمل، يعني يروح يفحص، والباص سيارات متواجدة يفحص في كل مكان. راح أحط لكم اسم الفندق ورقم الفندق كذلك، تراهم يتكلمون عربي للحجز.